السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء. اليوم واحد الفيديو اللي غنتذكروا عليه معكم فيلالي حاج علي رئيس الاتحاد المغربي متطوع مسا خضراء. وأقول من هذا المنبر لوزير الداخلية: عليك أن تنفذ الأوامر الملكية التي هي أمامك في المكتب. نقولها لك عدة سنوات ونحن نقول لك نفذ الأوامر الملكية، نفذ الأوامر الملكية، ولكن أنتم لا تريدون أن تنفذون أوامر ملكية لغرض ما، والله أعلم، وسأتبعك بالأمر الملكي حتى تنفذه، كما جاء في خطاب جلالة الملك في عدة خطابات في البرلمان. نفوت هذه القضية ديال الأمر الملكي مع وزير الداخلية، وكنحييو القجع على اللعبة الشطرنج الذي لعبها مع الجزائر وتفوق فيها، وقد أعطاهم درس. يا ريت لو كان السياسيون عندنا في المغرب وعندنا من هم يحملون قرار يكون مثل القجع بلعبته الشطرنج مع الجزائر، وقد أدخلها جحرها في المقابلة ديال الشام عندهم في قسطنطينة. وأحيي الجزائريين أحبائي من قسطنطينة ووهران وبجاية وتيزي وزو. كنحيي الجزائريين اللي كيتفرجوا فيا، وراني كنحبكم لله، وأن جدي مدفون في مغنية، جدي من الأم ترحم الله عليه، وكان من المحررين في جيش التحرير معكم في الجزائر لكي تستقلوا. هنا هذا الموضوع ديال اللي غندبروا فيه هنا موضوع شائك ومعقد عندنا في المغرب، لأن هاد المسؤولين حنا عندنا يسيئون للملك مباشرة وغير بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، مما رأيناه في فيديو وهبة خرشيش، وفيما رأيناه في فيديو اللقاء الصحفي مع زينزينو والمحامي معه. انا بغيت ندخل في هذه القضيه هذه ونهضر فيها، وغنقول لكم الحل ديال هذا المشكل هذا، وزيدوا المشكل ديال اوروبا، ديال الاتحاد الاوروبي فيما دخل في حقوق الانسان مع المغرب. الحل ديالكم بسيط يا السياسيين، يا المغاربه، يا دوك الناس اللي في القرار، يا دوك الناس اللي مع الملك، راكم كتخربوا البلاد ديالكم وانتم لا تشعرون. انا اقولها لكم بكل جرأة: انتم تريبون البلد. إلا بغيتو تحلوا المشكل ساهل، والحسن الثاني الله يرحمه راه كان ذكرها وكان قالها، وقال واحد المؤامرة ستكون على المغرب، ولكن نتوما ما عرفتش انا الافكار ديالكم كي دايره، وما عرفتش كي كتسيروا هاد البلاد. انا غادي نقول كلام الحق ولا شيء غير الحق صراحة. انا كنقول للسياسيين: عليكم باطلاق سراح المعتقلين، ولا ما قدروش تطلقوا السراح ديالهم، عندكم ورقة أخرى، وهي إعادة محاكمتهم عادلة، إعادة المحاكمة ديالتهم وتكون عادلة، وتطلقوا سراحهم ببراءة. أنا هذه كتعطي فرصة للمغرب باش يبين صفحة جديدة مع العالم، عاد مع الوطن، لأننا حنا ما كنسكنوش بوحدنا في المريخ، ولا كنسكنو في القمر بوحدنا، راه كنسكنو وسط والوجه ديال المغرب ديالنا راه توسخ، وهذا الوجه اللي توسخ من جميع الجوانب بسبب التفاهات الصبيانية التي أسقطتم فيها جلالة الملك عدة مرات. وما يجعلني أغلي وهو صمت الملك إلى اليوم. الملك لا يتحدث ولا يتكلم ولا يدلي بخطاب للشعب المغربي ليوضح له هذا الشيء. يا إخوان راه حنا ما عرفناش حنا في عهد الحسن الثاني، حنا حسن الثاني علمنا التخاطب، علمنا التقارب. حسن الثاني الله يرحمه كنا معاه بحال أسرة وحدة، بحال عايشين معاه في القصر، كيعاود لنا الشدة والفادة. ولكن محمد السادس ما كاينش خطاب للشعب المغربي في هاد الزلات اللي كيوقعوا من هذاك المصيبة ديال هذاك المثلي، ومن المصيبة ديال داك ديال ضبيطة وهبة اللي تظلمات، من المصيبة ديال المعتقلين كيتظلموا في العدالة باسم جلالة الملك. واش حنا مشينا للمسيرة الخضراء وحاربنا في الصحراء ما نشوفوا بلادنا هكا كلشي كيتظلم فيها؟ راه هادشي راه كتبنيوه لولادكم، راه كتبنيوه للاجيال اللاحقه اللي غادي تطيح في مازق وغتبقى تسب فيكم وتلعنكم ومصيبه كحله. يخلي بنادم بلاصتو زوينه، المسؤولين يخلي بلاصتو زوينه، ويخلي الوطن يكون قوي وفيه متانه داخليه. يا عباد الله، راه هادشي اللي كنشوفوه راه كتضحكوا فينا العادي والبادي، وهادشي راه لا يليق.
وانا اقول من هذا المنبر هذا، والناس كيتفرجوا فيا الجزائريين بزاف، انا كنقول لكم بان هذيك الطبقه الحاكمه او الاسير السابق شنقريحه راه يريد حرب مع المغرب، وعديد من الجنرالات منعوه. انا كنقول لكم داكشي اللي كاين عندكم، عديد من الجنرالات منعوه من ان يغامر مع المغرب. ولهذا انتظروا المفاجأة في 2023-24، انتظروا المفاجأة، والجزائر سيزدهر وستزول ديك التهمة الفاسدة، وسيفتح الحدود إن شاء الله. سترون بأعينكم أيها الجزائريين، سترون بأعينكم، والأرحام ستلتقي من جديد، الأرحام ستلتقي من جديد، وعندها ستكون المغرب العربي قوة ضاربة في إفريقيا وفي العالم. اللي بغيت نقول عاوتاني هو أنني كنشكر الناس ديال هولندا والناس ديال الميريكان والناس ديال النرويج وديال فرنسا وديال أوروبا وديال إيطاليا وديال إسبانيا. كنشكر كل المغاربة اللي كيتفرجوا في القناة ديالي وكيساندوني وكيعطوني تعليقات زوينة، كنشكرهم بزاف. كنشكر كل المغاربة، وراه حنا معاكم قلبا وقالبا. حنا كنا قلب واحد وجسد واحد في المملكة ديالتنا، ولهذا حنا العيوب اللي كاينه في المملكة ديالتنا حنا مرآة لهذا العيب، خصو يتحيد وخصو ما يبقاش. وعلى ذكر الأخطاء الجسيمة اللي وقعت فيها المخابرات لا تجيد المخابرات المغربية ديستي، كنت في واحد الفيديو سابقا، نقدر نحط لكم الرابط ديالو، نحطو لكم لتحت وتفرجوا فيه. كنت قلتها قبل ما توقع المشاكل، قلت لكم هاد الناس وكنت انا كنحكم وكنت انا في القمه وكثر من المنصور وكثر من الحموشي لكنت اقلتهم ونجيب ناس اللي غادي يخدموا. اقالتهم لانني اعلم الاخطاء الجسيمه التي سقطوا فيها. مثلا البيكاسوس يا إخوان، المشكل اللي وقع للبيكاسوس بين المغرب وأوروبا والصداع والمشاكل لأن المغرب ساذج في هذه المسائل التكنولوجيا. معنا العلم، أنا عندي التكنولوجيا وكنعرف التكنولوجيا مزيان وكنعرف معلوميات. أن إسرائيل لا تعطيك أي برنامج تعمل به إلا وعندها مفتاحه. غير كدير كليك هنا عندك كيوصل عندها، أي معلومة دخلت لعندك كتمشي عندها. هادشي معروف يا إخوان، باش تكونوا أذكياء وتكونوا ناس عارفين اش كيوقع في العالم. إلا بغيت البرنامج يصاوبوه ليا أبناء ديالي، يصاوبوه لأبناء المغاربة أكفاء. كاينين أبناء اللي يصاوبوا لك ماشي برنامج بيكاسوس، برنامج جوسوس، برامج هما يصاوبوا لك ويكون محمي من الثغرات. أما قضية إسرائيل، أي برنامج عطاتك إسرائيل، أي برنامج، هذا راه عندهم مكتوب في العنوان، أي برنامج تعطى وإلا يفتحوا عندهم، وأي حاجة درتيها تما عندك كتوصل عندهم مباشرة. صار تكون عريان. راه خص المخابرات المغربية تكون ذكية في هذه القضية هذه، تكون ذكية وتكون عارفة اش كدير مع أي كان، لأن راه عصر التكنولوجيا وعصر الحدث وعصر الرقمنة. راه القضية خطيرة إلا ما درنا واحد الترسانة ديال الشباب اللي يواكبوا هذا المشكل هذا ويواكبوا هذه المعلوميات ويواكبوا الثغرات مشفرة اللي كاينة في البرامج اللي كتشرى طبعا من دول كيفما كانت الدول. القضية أخرى واخا غادي نعيدها، هو أن المعتقلين السياسيين الحل ديالهم سهل وبسيط جدا، حتى نسحب البساط من تحت الاتحاد الأوروبي، من تحت أي حقوق الإنسان الأمم المتحدة، وهو إعادة محاكمة المعتقلين ونعطيهم البراءة ديالهم. اللي يستحق براءة وكان ظلم تعطي له البراءة ديالو. هذه هي السياسة، هذه هي الكياسة. أنا كنقول لكم شي حلول اللي ما عندكمش في الراس ديالكم. تلقوا الناس ما قدرتوش تلقوهم مباشرة، ما قدرتوش تعطيهم عفو ملكي، ديروا لهم إعادة المحاكمة زوينة أمام الدول، أن الملك أعطى أمره المطاع للقضاة كي يعيد محاكمة المعتقلين السياسيين. زوينة وزوينة حتى في السمع، كتعطي واحد الانفراج. حنا كنعطيكم حلول، وملي كتعاد المحكمة كيخرجوا الناس بالمحكمة
بانهم تظلموا في ملفات، ما جاوش الشهود، ما جاوش هادي، كاين اللي ضمسوا عليه، كاين اللي غطاو عليه، كاين اللي ظلموه. حنا كلشي كنعرفوه، ولكن حنا بغينا بلادنا تكون زينه، تكون زينه للاجيال ماشي لينا حنا. انا 62 عباد الله، اش غادي نطمع انا في هاد الدنيا هادي؟ انا غير كنشوف وكنتفرج وكنهضر، ما كاين شيء. ولكن ملي كنشوف انا الظلم ما خصنيش نسكت عليه. الظلم لا، الظلم لا أقبله. إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما. واذكروا في هذا الفيديو زيان شيخ السجناء، شيخ المعتقلين، الله يطلق سراحه. كنطلبوا من الله تعالى الملك يكون ذكي في هذه القضية هذه ويخرج هذاك زيان، يخرج زيان المحامي الوزير السابق على الدولة أن تجعل حلا لذلك الرجل وللمعتقلين الآخرين حتى تنفرج في المغرب ويصبح المغرب قدوة لبعض الدول الديكتاتورية. أنا كنقولها بصراحة، يكون قدوة. حنا أحسن منهم، هما ديكتاتوريين، حنا ما نكونوش ديكتاتوريين، حنا نكونوا ديمقراطيين حداثيين حقوقيين، كنفكروا، كنحلوا مشاكلنا بعضياتنا، كنديروا غسيل ديالنا في دارنا، وكنكونوا بعضياتنا، وكنكونوا لحمة وحدة، لحمة وحدة. راه المتانة الداخلية وصى عليها الحسن الثاني، وصى عليها وقال لك ندعموها ونديروا لها، وانتم جالسين كتكرفصوها. باش غنبدا لكم نضرب؟ باش غادي نهضر معاكم؟ راه خصكم تحشموا. شي ديك الضبيطه وهيبه وهذاك السيد اللي شفتو في الرباط، راه خصكم تحشموا، خاصكم تقولوا هادشي اللي كنديروا حشومه، ماشي معقول. وحتى داك عطاكم الامر كان عليكم تراجع نفسه ويراجع راسو، لان راه كاين اكثر المشاكل وقعت للمغرب من كاتب خاص والهمه. انا اقول بكل جرأة. كاين بعض المرات حتى دوك ديال الجي وديال كيكونوا ضحايا، حتى هما كيكونوا ضحايا، لا واخا كيعطوا الامر كيكونوا ضحايا، كيجيو مع امر صافي كيبقاو يتالفين. خصهم الله يهدي ما خلق. بلادنا كتريبوها علينا وحنا كنشوفو. الله يدينا في الضوء. ما عندي ما نقول. قدوا بلادكم وما تظلموش عباد ديالكم، ما تظلموش المواطنين ديالكم، وتلقوا السجناء شوفوا كيفاش ديروا لهم حل اعاده المحاكمات، لان الاعداء يتربصون بنا ونحن نهدم وطننا بالخرافات وبمشاكل صبيانيه لا حصر لها، ولا مصيبه، والله لا مصيبه. ما بقينا عرفناش نقولوا صافي. انا تقادات لي الهضره في هذا المغرب، وانا اقول لوزير الداخليه قبل ما نختم ان الحقره ديالك اللي حاقر عليا وحاقر على هذا الاتحاد المغربي المتطوع مسا خضراء، لانه اتحاد مغربي في اقاليم جنوبيه، وقطعتي علينا الدعم. ماشي قطعتي علينا، ما عمرك الدعم عطيتيه لنا كالجمعيات الاخرى، الجمعيات الوطنيه، وما كتعطيناش الدعم، ودرنا عصا في الرويضه حتى في النشاطات ديالنا، وزايدها قام علينا الفروع ديالنا، وقام علينا الناس ديالنا، الناس يضحوا على البلاد. وهادشي خصو يوصل لجلالة الملك باش يعرف، فهمتي، باش يعرف بان الناس اللي كيحبوا الوطن ديالهم راه كيتظلموا في البلاد ديالهم. نحن لن نسمح لك لا في الدنيا وفي الآخرة وزير الداخلية، والأمر ملكي نحن متشبتون به حتى تنفذه، أو لا يسمع هذا الفيديو جلالة الملك ويبحث على هذا الأمر ملكي ونعطيوه عليه باش تنفذوا صحة منك يا الظالم. أنا أقول لك أنت ظالم. ادعيني للمحكمة على أمر ملكي، أنا أنتظر. السلام عليكم.